ومساء الخير. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده من البتنجان الرومي فتة تحفة جدا. يلا بينا. معايا هنا كيلو من البتنجان الرومي، انا مقطعاه كده مكعبات وحطاه في ملح كده. يعني انا عاملاه من بالليل عشان ما يشربش الزيت. انتي بقى اقل وقت معاكي ساعتين عشان ما يشربش معاكي الزيت. اقل من كده مش هينفع عشان هيشرب زيت كتير جدا، فالوصفة هتبقى تقيلة. تمام، انا هنا حمرت البتنجان خلاص وما صورتش المقطع ده. ومعايا هنا بقى ايه شويه زيت كده في طاسه او في حله، وحمرت فيهم كده قد راس توم. تمام كده، هنا البتنجان اهو كنت حمرته. بصوا شكله مش شارب زيت خالص ولونه حلو قوي. وده التوم اللي انتوا شفتوه معايا دلوقتي. انا يعني الوصفه النهارده سريعه جدا. ودي الحله اللي انا حمرت فيها التوم. انا كنت قاصده ان انا اطلع التوم كده مقرمش بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، يعني ما يتحرقش مني، يعني يقرمش كده ويدي لون ذهبي كده واطلعه. وحطيت مكانه الصلصة دي واديت لها كده معلقة توم، معلقة كمون، معلقة كزبرة ناشفة، شوية ملح. وطبعا اعملي حساب الملح اللي انتي كنتي ناقعة فيه البتنجان، يعني ما تحدقيش الصلصة. ومعلقتين من الخل وسيبيها تتسبك. نيجي هنا بقى ايه للطحينة. دي معلقة توم مفروم على معلقة كزبرة على معلقة كمون. تمام، وهننزل بقى كده ايه بنص كوباية من الطحينة بالشكل ده. تمام كده. بعد كده بقى هنديها كده تقليبة كده مع الثوم الأول والتوابل. وبعد كده هننزل بكوبايتين من الزبادي. طبعا الثوم ده ني، يعني مش متحمر ولا أي حاجة، انتوا عارفين ان الثوم اللي بيتحط في الطحينة. نزلت هنا بالطحينة وكوبايتين الزبادي. وهنزل برضو بمعلقتين أو 3 معالق من الخل. ده خل مش مركز. تمام، هديها تقليبة كده وبعدين برضو هنزل عليها بذرة ملح. وبرضو اعملي حساب ان البتنجان بتاعك مملح. هنا نزلت بنص كوباية من المية السخنة. ليه ميه سخنه؟ عشان اول حاجه تسويلي التوم عشان ما يبقاش طعم التوم قوي جدا، وفي نفس الوقت عشان تفكلي الطحينه ما تكلكعش مني. تمام كده، بس الخطوه الاساسيه في الميه السخنه هي عشان تسويلي التوم. تمام كده. بعد ما قلبنا الطحينه هنجيب بقى كل المكونات جنبنا. طبعا انا كنت هنا محمره عيش بلدي، عيش سياحي، مفيش اي مشكله. كنت مقطعاه قطع زي عيش الفته يعني زي عيش الفته بالظبط. وحمرته مكان البتنجان، يعني حمرت البتنجان الاول وبعدين حمرت العيش في نفس الزيت. ومعايا هنا الطحينه اللي انا عملتها، ومعايا كمان الصلصه اللي انتوا شفتوني بعملها معاكم. هنا بقى نزلت بالترتيب بقى ايه بالعيش الاول، وبعدين كده هاخد مغرفه من الطحينه. تمام كده. طبعا قوام الطحينه ده يعني ده القوام المناسب على اساس ان هو يطري لي العيش، وفي نفس الوقت ما تبقاش يعني تقيله قوي. تمام. وده قوام صلصه ريحتها فظيعه يا جماعه مكان التومه اللي احنا حمرناها. هاخد كده برضو ايه نص كده معلقة كده او رشة بسيطة من الصلصة فوق الطحينة والعيش. وبعد كده هنديها رشة توم من المحمص اللي احنا عاملينه مع بعض. بصوا لونه عامل ازاي مقرمش، وكمان طعمه جميل جدا. يعني طعم التوم تحفة جدا وهو محمر كده. ادينا بقى رشة كده من التوم، رشة حلوة يعني. وكمان لو حابة تكتري مفيش مشكلة، بس انا يعني مش بحب اكتر توم عشان الولاد. تمام كده. هننزل بقى ايه بالبتنجان. عايزه تعملي نص كميه البتنجان مفيش مشكله. اهو نزلنا بنص الكميه، انا نزلت بنص الكميه، يعني بكيلو البتنجان ده انا عملته على مرتين. يعني بتعملي على قد الاكله عشان هي لما بتقعد يعني مبتبقاش حلوه، هي بتتاكل في وقتها كده. حطينا بقى كميه البتنجان. بعد كده بقى هننزل برضو برشه من الطحينه كده او مغرفه كده حلوه. اهو بصوا هنغرقها بقى طحينه. بجد بتبقى حلوه قوي لما تكون الطحينه يعني زياده فيها. وبعد كده برضو رشة بسيطة من الصلصة، يعني الصلصة بتبقى رشة زي ما انتم شايفين كده، لكن الطحينة يعني عايزة تزودي براحتك، بتبقى حلوة بالطحينة بزيادة. تمام. هاخد بقى ايه حبة من العيش كده واحطهم على الوش، وهنزل برضو فوقيهم برشة كده طحينة صغيرة. وبقية التوم المحمص كمان ممكن تحطي عليها حمص الشام. حمص الشام جيبيه واسلقيه ويحطي برضو كده على الوش. بس طبعا انا يعني ولادي مش بيحبوا حمص الشام، بيشيلوه كده يركنوه، ف بستغنى عنه.
هنا كانت فتة البتنجان كانت خلصت معايا، وقطعت جنبها كده خيار، وكمان عملت جنبها بيض مسلوق مزغلل. حد يعرف البيض المزغلل يا جماعة؟ ده بيض مسلوق محمراه في كده في معلقة سمنة بلدي او في زبدة صفرا، بيبقى طعمه حلو قوي. دي مجرد افكار بقولها لكم، وكمان عشان يعني الحاجات غالية دلوقتي، فاحنا بنحاول ناكل اكل فيه بروتين وفيتامينات وفي نفس الوقت مش مكلف. يا رب تكون الفتة عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.